المغرب هريانه في كل حاجه، بص مكسره عظمنا في كل حاجه، منتخب اول، منتخب محليين، منتخب شباب، منتخب ناشئين، منتخب معرفش اولمبي، كله كله. لاول مره احس فعلا انه مفيش اي حد كان في ارض الملعب عنده دم. لاول مره احس ان الناس مش حاسه يعني ايه منتخب مصر. عمرك شفت كده؟ يا راجل ده احنا مش عارفين نشيل، ده احنا يا راجل ده احنا مش عارفين نطلع بالكوره يا راجل. يا نهار عره يا جماعه، يا نهار، ده الواحد كان مكسوف من نفسه، ده الواحد عايز يستخبى جوه هدومه. ده احنا مش عارفين نطلع بالكوره في كده؟ هل ده منطقي؟ والنتيجه فشل في فشل في فشل في فشل. في ناس بتقول لك ايه، ما تقارنش بالمغرب، ما تقارنش نفسك بالمغرب. ليه ما اقارنش نفسي بالمغرب؟ وانا كنت فين من 15 سنه والمغرب فين؟ انا كنت فين والمغرب فين من 15 سنه؟ ارفع القبعه للكره المغربيه. الكره المغربيه اصبحت مصدر فخر لكل مواطن مغربي. الكره المغربيه بتغطي على كل المشاكل السياسيه اللي موجوده في المغرب. هي دي كوره لو استغلتها صح. لو استغلتها صح هتلاقي الجمهور جاي لك لوحده، لان احنا جمهورنا وطني وجمهورنا بيحب المنتخبات. انما النهارده لما يبقى مستوى المنتخبات بتاعك وحش والمدربين